السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايين بفيديو جديد، والفيديو النهارده بنتكلم فيه عن تركيب الحديد لشقق الاسكان الاجتماعي. قبل ما نبدا الفيديو بس الناس كلها تشترك معانا في القناه، وكل الناس تحط اللايك ونبدا باذن الله. بصوا بقى، انا اول هنا لما جيت قلت عايزه ابدا اركب حديد للشقه، كان هو اول حاجه جه في بالي ان انا ازاي هركب حديد، وهل هيبقى مرخص او مش مرخص. تمام. فلما سألت عرفت ان الترخيص الحديد بيبقى عن طريق الجهاز اللي انت تبع المدينة بتاعتك، اللي هو الجهاز بتاع المدينة. الجهاز بتروح عنده مطالب ان انتوا عايزين تقدموا تعملوا تركبوا حديد حديد الحماية للشقة يعني. فهو الجهاز بيقول لك ايه، في حاجة اسمها كراسة شروط. يعني ما ينفعش تروح تشتري كده حديد اي رسمة او اي نقشة تركبه وخلاص، لا، لازم حديد معين اللي يتجاب برسمة معينة، يعني لها ايه تفصيلة معينة. تمام. فانت بتجيب الاول حاجة بيدوك ورق فيه استمارات، وفي مثلا 5 أو 6 اشكال من الرسومات. بيقولك دي الرسومات المتاحة عندنا، ودي الرسومات اللي انتوا ينفع تنفذوا زيها. تمام. بتختار النموذج اللي انت هتنفذ مثلا زيه، وبتبقى الدنيا تمام. خلاص قدمت طلبك وعملية استمارتك وخدت كراستك، بتدفع 1000 جنيه حاجة اسمها تأمين. تمام. غير رسوم تقريبا 100 أو 150 جنيه، دي بتبقى رسوم ورق وحاجات زي كده. بتروح تاخد الورق بتاع الصورة بتاعتك دي، وتروح لأقرب حداد تتعامل معاه، وتقول انا عايزة انفذ التصميم ده بالوضع تمام. هو بينفذه لك وبيرجع يركبه لك، ودي تمام. بتكلم الجهاز تقول له انا خلاص خلصت التصميم اللي زي كراس الشروط، وعايزه ان شاء الله ابدا بان انت تيجي تشوفه وتعاينه علشان استرد التامين بتاعي اللي هو ال1000 جنيه. بيجي يشوف التامين بتاعك، بيشوف الحديد بتاعك وبيلاقي مطابق للورق بتاعك تمام، بيقول لك خلاص ان هو تمام مطابق، وان نفس الرسمه ونفس الشكل ونفس كل حاجه. وبيديك ساعتها ال1000 جنيه بيستردهم بعدها بشهر على الحساب بتاعك. تمام. بصوا هنا بالنسبه لي، انا كنت هنا في اوضه بلكونه الخدمات، لما جيت فكرت اعمل فيها تقفيله حديد. في ناس بتعمل حرف ال، تمام، وفي ناس بتعملها على الواجهه بس. انا حبيت ان اعملها على الواجهه بس، على اساس ان هي تبقى جوه في اتساع، يعني يبقى في وسع كده وفي اتساع، وتبقى المواسير معايا جوه في البلكونه. لا قدر الله حصل اي مشكله في السباكه، اي تصليح اي حاجه، يبقى الموضوع بالنسبه لي سهل، وان في نفس الوقت مبقاش مقفله على نفسي قوي، وحاسس ان البلكونه مخنوقه. تمام. طيب انت لما تيجي تقفله على الواجهه بس، هتقابلكم مشكله ان من الجنب عند مواسير مفتوحه من فوق ومن تحت. دي ممكن تبقى منط اي حرامي يطلع لك من الدور اللي تحت عندك، او ينط من فوق عندك، والكلام ده كله. فانا كان الحل الوحيد عندي ان انا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ان انا اقفل سياخ حديد في الممر الصغير. هو الممر ده مثلا ما يكملش 40 سنتي، بس لو حد عايز يطلع منه رفيع ممكن يطلع عادي. فانا قلت لا، انا هقفله بالمنظر فوق وتحت، ويبقى كده الدنيا عندي امان ان مفيش حد هيخش في البلكونه. وفي نفس الوقت يعني هو ايه، البلكونه واسعه زي ما هي زي ما استلمتها. انا قفلت بس على الواجهه، وسبت الحرف ال اللي هو الحرف اللي جنبي مفتوح، على اساس ان في المستقبل ممكن اشيل مثلا السور الحديد ومثلا اعمله مثلا زي رف، اقفل عليه بالاكريليك اللي هو الفايبر، اقفل عليه تبقى رفه ممكن استخدمه في اي حاجه. برضو الحديد اللي في الوش انا برضو ان شاء الله هقفله برضو كله فايبر. والله انا حيرانه بين الفايبر وبين السلك اللي هو السلك الضيق. بس انا عايزه اقفل في المستقبل حاجه يعني تبقى تمنعني من دخول الحشرات، الفيران، البراس، اي حاجه. يعني عايزه حاجه السلك مثلا يكون ناعم قوي او صغير قوي، ان هو ما يدخلش اي حاجه. تمام. دي كده خلاص خلصت من البلكونه. ده بقى شباك المطبخ. شباك المطبخ الملحوظه الوحيده لما تيجي تعملوه، ان شباك المطبخ لما تيجي تركبوه ما تركبوش على الحلق الخشب، تركبوه على وش الحيطه على طول، علشان لو انتوا معاكم آم، شفاط وعايزين تفتحوا الريش بتاعته تفتح بسهوله معاكم. بس كده مش اكتر. انما بالنسبه للمطبخ ما فيهوش اي حاجه تانية. طب بصوا بقى، شباك الحمام. شباك الحمام هو مش منط، بس انا حبيت ان انا اقفله، لان انا دور قريب، يعني اول دور بعد الارضي، فالدور قريب ان ممكن اي حد يحاول يطلع له، يحط حاجه ويطلع لها. فقلت ان امن حاجه بالنسبه لي ان انا يبقى مقفله كل الشبابيك عندي كلها حديد، يعني ما يبقاش في اي مكان منط ممكن اي حد يطلع لي منه. تمام كده. بصوا بقى باب الشقه. انا باب الشقه كنت محتاره فيه كتير، يعني كنت اوقات اقول انا هشيله وهعمل مكانه باب مصفح، وبعد كده سمعت ان اسمه ان الخشب بتاع الشقه كويس جدا. فلما استلمت فعلا لقيت ان الخشب بتاع الشقه يعني هو احسن حاجه هنا في الشقه، الخشب والكهرباء.
دول اكتر حاجه معمولين نضاف ويعني قيمتهم فيها. فانا بصراحه استحرمت ان انا اشيل الباب الخشب دوت، وهو خشبه كويس ومتين، وان انا اروح اغير كل دوت واحط مكانه باب مصفح. والمصفح اليومين دول مش بيبقى احسن حاجه، بيبقى فيه ساعات مضروب والكلام ده كله. فصراحه والدي اقترح عليا ان احنا نعمل عليه باب حديد، ان هو يبقى امن، يبقى عندك باب حديد وعندنا باب خشب، فالاتنين مع بعضيهم يعتبر نفس امان الباب المصفح. فكان بالنسبه لي ان الباب الحديد ده يبقى بره، يبقى بالنسبه لي امان اكتر. تمام. انا اخترته بالشكل اللي هو قدامكم دوت، اللي هو حاجات بالطول وحاجات بالعرض، يعني حاجات بسيطه. ما حبيتش فيه الشغل اللي هو المدور او قلوب او رسومات او زخرفه كتير، لان الحاجات دي بتبقى سهله في التنظيف بسهوله. تمام. انا ان شاء الله برضو الباب الحديد دوت، لو تلاحظوا انا فاتحاه بيبص على السلم، يعني فاتحاه ان اي حد ممكن يجي يقولك المفروض يتفتح عكس ان هو يتفتح على الحيطه. ده كده مثلا عامل عائق على السلم، بالعكس انا شايفاه ان هو محطوط كده ان اي حد نازل من على السلم. والباب دوت لما اجلده فايبر، او اللي هو الفبرة او الفايبر اللي هو الكريستال دوت، هو البديل الزجاجي يعني. ده بالنسبه لي هيبقى يعني مش كاشفني او كاشف الشقه كلها جوه. يعني اللي نزل على السلم مش هيبقى شايف الشقه. يعني بص الباب لما يجي يتفتح، الباب بيتفتح يعني الحته اللي تبقى مفتوحه منه هتبقى مفتوحه منها يمة الشباك. فايه اللي هيجي يعني يخش مثلا للشقه، هيعدي الكلام ده كله وهيبقى واقف في الجنب بيفتح الباب. بصوا برضو هنا انا عملت زي شراعة صغيرة كده، لو انا مثلا عايزة افتح منها ادي مثلا ديليفري مثلا صيدلية فلوس، اخد منهم حاجة، اي الكلام ده كله. بص الشكل من بره بقى عامل ازاي. وعملت كمان لوحة يعني حديد للكهرباء برضو امان برضو. بص كده لما الباب بيتفتح وتتخيلوا معايا ان في المكان دوت هيتحط فايبر. تمام. في الحته دي كده بالظبط هيتحط فايبر، فاللي نازل من على السلم مش هيبقى كاشف الشقه او كاشف اي حاجه. تمام. يعني اللي جاي من ورا هيبقى شايف الحته دي كلها مقفوله، مش هتبقى مكشوفه زي ما انتم شايفينها دلوقتي. فبصراحه انا شايفه ان هو كده عملي اكتر، وان هو هيبقى يعني حميل الشقه وكمان ساتر الشقه. تمام. بصوا بقى هنا بلكونه البلكونه الكبيره. في ناس كتير بتعمل البلكونه الكبيره ديت بتقفلها زي صندوق كبير او كده، بس انا بصراحه يعني شايفه ان الصندوق ده بيحس ان قافل الشقه. بص انا اجيب لكم صورتها يمكن تفهموني. الصندوق ده تحس ان هو بصوا على الجنب كده اهو، الصندوق ده بحس ان هو قافل على البلكونه، وان البلكونه عامله زي السجن. فانا بصراحه ما حبيتش النظام ده خالص. انا حبيت بس ان انا اعمل باب حديد على الجنب ورا الانومتال على طول. في نفس الوقت هو امان، وفي نفس الوقت الصبحيه لما اجي افتح يبقى قدامي البلكونه كبيره وشايفه الفيو كويس وشايفه نور ربنا والشمس وكل حاجه بالنسبه لي تمام. هو مش اكتر بس غير ان هو بس امان، ان بالليل مبقاش حد مثلا ينط او حد يخش او حد يكسر ازاز ويعدي بس. انما هو بالنسبه لي يعني ايه حوار ان الناس بتحط صندوق كبير ده، بصراحه هو مش مخالف على فكره. ويعني في التصاريح موجود معاك انك تقفل كل حاجه وتدفع في الكراس الشروط، يعني تبقى عامل حسابك عليه وورقه وحاجته كلها. بس انا شايفه ان الباب ده يعني اسهل، وفي نفس الوقت مش واخد حيز، وفي نفس الوقت سايب ان في براح وهوا داخل الشقه. بص انا هنا يعني قعدت ادور كتير على تصميم ان انا اعمل بيه الباب، يعني احسن وضع حسيته ان الباب يبقى متقسم على 3، ان الباب لما يجي يتفتح ما يبقاش يخبط في حاجه. بالعكس انا الباب هنا لما بيجي يتفتح بيريح على الحيطه خالص. تمام. ووالدي ربنا يبارك له هو اللي عامل لي الحديد بتاع الشقه كلها، فكان بصراحه فاهم دماغي، واي حاجه كنت ببقى عايزاها انا وهو بنقعد نتكلم فيها كان بصراحه بيعرف ينفذها لي على ارض الواقع. بصوا هنا هو عامل لي ضرفه بتتفتح على الحيطه، والضرفه التانية بتلم على اختها. يعني لما تيجي تفتحوا الحديد دوت خالص، اكيد مش موجود حاجه خالص معاكم. يعني لو حاطين كراسي حاطين ترابيزات ما بتخبطوش فيها، ما بتبقاش عامله لكم يعني عائق انكم تمشوا في البلكونه. لا بصوا لما الاتنين بيتفتحوا على بعضيهم، هم خلاص البيبان دي كمان فيها ترابيز، كل ضرفه فيها ترابيز فوق وترابيز تحت عشان ما تبقاش بتتحرك معاكم. بس انا فاتحه لكم الترابيز عشان خاطر ايه افرجكم على البلكونه كويس. بصوا منظرها بسيط وفي نفس الوقت امان، والبلكونه كمان تحس ان هي جايبه هوا كويس يعني. بصوا بقى ديت اللوحه دي بتاعت اللي هي العداد الكهرباء. تمام. هي دي امان ان العداد هنا عندنا على السلم، يعني طالع على السلم والنازل لو في عمال او في اي حاجه، ممكن لو لا قدر الله يعني ممكن اي عامل يعني من العمال يفكوا وياخدوا. يعني ما اعرفش هم يستفادوا ايه بيه، بس يعني انا بسمع هنا ان عدادات الكهرباء والميه بتتسرق كتير جدا. تمام. بس برضه ده للحمايه. بصوا بقى بالنسبه لسور البلكونه،
بشوف ناس كتير في سور البلكونه بتجيب الحداد يعمل لها زي حته تعليه كده، عشان هنا السور واطي. بيجيبوا حته تعليه مثلا 10 20 سنتي، بيعلوا بيها السور، ومثلا شكل معين او شكل مختلف. فانا محبتش صراحه اغير واجهه العماره ان انا ازود حته مختلفه عن الحديد. فبرضو اقترحت مع والدي برضو ان انا ازود حته حديد من نفس الرسمه، ان انا ازود مثلا حته 15 سنتي، وان انا الماسوره الحديد دي احنا فكيناها، وبعد ما هنزودها نرجع نركبها تاني عشان يبقى نفس الشكل هو. يعني انت لو واقف في الشارع بره ما تحسش ان في اي حاجه حصلت، بس لو انت واقف في البلكونه هتحس ان السور البلكونه عالي معاك. تمام. فهي بصراحة أنا شايفة إن كده هو حل أوفر، أنت يعني ما غرمناش فيه غير الحتت الحديد الصغيرة ديت اللي موجودة في السور البلكونة ديت. وعايزة أقول لكم إن أنا دي جايباها من السور البلكونة اللي هو بتاع الخدمات. يعني في حتت في الجنب كده أنا فكيناها بالصاروخ وركبناها هنا. وعايزة أقول لكم إن هي يعتبر نفس الشكل ونفس الطريقة ونفس كل حاجة. يعني يعني ما حدش يقول مثلا إن ديت متشال منها حاجة أو متزود لها حاجة. بس أنت جوه البلكونة بتبقى خلاص حاسس ان الدنيا عندك السرعة عالي، وبالذات ان في اطفال وكده، فيبقى امان اكتر. تمام. برضو ان شاء الله برضو ناويه سور البلكونه دوت اجلده برضو بالفايبر اللي هو الكريستال دوت، اللي هو امان يعني. ان ما فيش مثلا عندي مثلا ولادي محدش من الصغيرين محدش يمسك مثلا لعبه، ريموت، اي حاجه يرميله، مش يرميله بالبلكونه. فهو بيبقى كمان امان ان هو يعني ايه، عالي، وفي نفس الوقت محدش يعرف يتسلق عليه او يدوس ويحط رجله او يطلع او كده. بصوا هنا بعد ما خلصنا اللحامات بتاعه التعليه، الحته اللي احنا عليناها ديت، تمام، اللي هي الحته اللي هي 15 سم اللي شايفينها ديت. بصوا الحته دي حطينا بقى، رجعنا حطينا الماسوره الحديد اللي هي المدوره دي تاني مكانها. حتى انتوا لو هتلاحظوا احنا غيرنا المكان الفحر اللي هو بيبقى في البلكونه من الجناب. بصوا احنا عليناه. تمام. وعايزه اقول لكم ان انا ايه اللي بصراحه الغفير اللي هنا يعني متعاون معايا جدا، جاب لي الماده اللي بيبيضوا بيها الواجهه ديت، جاب لي منها وقال لي عشان ايه اداري الحاجات دي كلها. يعني احنا بصوا هنا كنا عاملينها باسمنت عادي ابيض وحاطين عليه لون اصفر، هو جاب لي الماده عشان اعرف يعني ايه اغير اللون دوت ويبقى نفس لون الواجهه بتاعه العماره، مبقاش فيها حاجه اتغيرت. بصوا هنا بعد ما اتعملت، انتوا لو تشوفوها ما تحسوش ان في اي فرق خالص. بس هي بصراحه علت معايا البلكونه، وحاسه ان يعني المكان عالي وبقى امان اكتر ليا. تمام. يعني لو اي حد شايفها من بره مش هيقول ان هي عليت، بس انا احساسا من جوايا كده ان هي وانت واقف في البلكونه ان المكان عالي، وان انت واقف في امان بالذات للاطفال. بصوا بقى هنا بعد ما خلصنا وركبنا المنشر وركبنا اللي هي الدوائر اللي هي بتاعه الشجر والكلام ده كله، انا عايزه بصراحه يعني ايه في الفيديو دوت اشكر والدي جدا، لان هو ربنا يبارك لي فيه، هو اللي عامل لي حديد الشقه كلها. ومش الحديد بس، اي حاجه هتشوفوها في الشقه بنوضب فيها وبصراحه والدي اللي عاملها. فربنا يبارك لي فيه يا رب، ويعني يجازيه خير على اللي هو عمله معايا ووقفته معايا. وهو بصراحه يعني حداد ماشي، هتقوي بيض ماشي، فكل حاجه ليها وقتها هتشوفوه معانا، فهو ربنا يبارك له. برضو دوت صندوق بتاع الحمايه بتاع عداد الميه. العداد ده بيبقى محطوط تحت في العماره من تحت، فبرضه انت لازم تقفل عليه باحتياطي، لان برضه متضمنش ان ممكن حد يجي يسرقه او يقص المواسير وياخده، فانت برضه مش هتبقى مستفدت اي حاجه غير ان هو اتسرق وانت معرفتش تجيبه. فالاحسن انك تعمل له علبه حديد عليه. والعلبه عايزه اقول لكم العلبه دي مش غاليه. هي الناس الحديدين اللي في المنطقه هنا بتعمل العلبه دي ب 300 جنيه، وبيعملوا علبه اللي هو بتاعت اعداد الكهرباء برضه ب 300 جنيه. فاسمه دوت الموضوع يعني يستاهل ان انتوا تعملوها عشان خاطر يبقى امان ليكوا. وان يعني عندنا هنا سرقه كتيره لعداد الميه وعداد الكهرباء وكده، فيخليكم في الامان يعني لحد بس ما الدنيا تعمر والدنيا يبقى فيها ونس وكده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.